برافو. احنا النهارده معانا بيانيست، يعني عازف بيانو صغير جميل علي، ومعانا كمان مسؤولة يعني سياسية صغيرة مخضرمة جدا، معانا لينا وعلي الهراس. انا هسيبكم انتوا تتكلموا عن نفسكم. صباح الفل. صباح الخير يا لينا. صباح الخير يا علي. ازيكم؟ تعالى يا علي قول لي. نبتدي بلينا ولا بعلي؟ بعلي. لا بعلي. علي. لينا. علي منورنا. علي خد شهادات كتيره جدا في عزف البيانو في مصر وفي كندا وفي دول كتيره قوي في العالم. احكي لنا بقى عن ايه يعني؟ عن نفسك. قصتك مع البيانو. ماشي، انا ابتديت بيانو وانا عندي 7 سنين. يعني حوالي بقالي 4-5 سنين بعزف بيانو، وبعد كده يعني في النص حسيت ان انا كويس وانا بعزف كويس، رحت بقى دخلت يعني عملت امتحانات، ويعني عندي شهادات كتيره اهم. اوكي ورينا كده. ده كويس جدا، مش كويس بس. مين اللي خلاك، مين اللي قال لك لازم تعمل الصراحه تاخد بقى مسابقات وتسافر؟ وقعت شهاده كده، وقعت شهاده. كل دي شهادات؟ يعني ابتديتها امتى ومين شجعك زي محمد بيقول؟ هي مامي اوريدي بتلعب بيانو. اوكي. فهي لما حست ان علي موهوب ابتدت تدخله امتحانات وياخد شهادات من انجلترا ومن كندا، وعزف كمان في يوم السياحه العالمي في ساقية الصاوي. ولما يعني جه مصر، هو اللي علي يعني بمناسبه ان هو اصغر عازف بيانو في مصر، هو اللي اداله الدرع، وكمان خد النوته بتاعت ريتشارد كلايدمان في الحفله اللي فاتت. ما شاء الله. اوكي. انت عندك كام سنه يا علي؟ 11. 11 سنه. وعايز تكمل في سكه البيانو ولا حابب ان هي تكون موهبه جنب حاجه تانية نفسك تعملها؟ لا اكمل في حاجه. عايز تبقى بيانيست، دي شغلتك. اوكي تعالي نروح بقى لينا. ولينا انت بتعملي حاجات كتير قوي، يعني بتعملي حاجه تبع اليو ان، وانت قولي لي اول سنه كام وعندك كام سنه؟ تانية ثانوي. تانية ثانوي. طب واخبار من الدنيا ايه؟ لا انا الحمد لله انترناشونال. انترناشونال. طيب خلاص، مش الحمد لله قوي، امتحاناتكم صعبه برضه. طيب قولي لي انت تبع اليو ان، اشرحي للناس اليو ان، اشتركتي فيه ازاي؟ سافرتي بره، مثلتي مصر في ايه؟ اليونايتد نيشنز منظمه في امريكا، وهي بتشتغل ان هي تحل المشاكل العالم كله عشان كلنا نعيش في سلام وامان. فهنا في مصر بتتعمل في المدارس كموديل يونايتد نيشنز للشباب. فانا دخلتها كتير قوي في مصر، فحبيت اني مره اجربها بره مصر، فاضطريت اني يعني تعملوا محاكاه لنموذج الامم أيوة. المتحده بالظبط. يعني في المدارس، وبتعمل في الجامعه وغيره، بس انتوا بتعملوه في المدارس. ايوه. هو مثلا كجنرال اسامبلي مجلس الامن، كل اللي هناك بيتعمل هنا بالظبط. احنا بقى بنمثل كذا بلد، كل واحد بياخد بلد وبيمثلها. انت كنتي بلدي مصر؟ يا ريت. لا، رومانيا. رومانيا. اوكي. دلوقتي هي مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه عامله حمله ضد التدخين، وكان نسينا ان اون تي في كمان تشترك فيها، وكذا مدارس، بحيث ان احنا ندخل الكوميك ده جوه المدارس. هو تلوين للاطفال عشان تدي بالطفل من هو صغير ان احنا نحذر ضد السجاير وقد ايه هي مضره وكده. فهنبتدي الحمله دي بعد رمضان وبس كده. دي حاجه مهمه جدا وحلوه قوي. موضوع الموديلنج اللي عملتيه في سويسرا، وفي مشاكل طبعا كتيره جدا في العالم انت حاولتي تحليها. ايه اكتر مشكله كانت؟ دلوقتي هي مشكله اللاجئين، لان هم مش عارفين هيروحوا فين، ومحدش عايزهم، او مش محدش عايزهم، يعني محدش عارف هيسبورتهم ازاي. فدي كانت اصعب مشكله. انت فكرتي فيها ازاي؟ فكرتي في حلها ازاي؟ لا انا مشكلتي، هو كذا واحد بياخد مشكله، يعني انا اللي كانوا معايا هم خدوا المشكله دي، بس انا خدت مشكله القراصنه في البحر. اللي هو ازاي البحر مثلا هو مش مملوك من دوله او اوبن سي، ازاي في قراصنه وازاي بتهدد حياه ناس ثانيه وكده. عايزه تبقي ايه لما تكبري يعني؟ نفسي اكون جراحه. كنت تمشي في سكه السياسه؟ ده احنا شغالين. الاول كنت عجبني بوليتيكال ساينس وكده. اوكي. انا دلوقتي عجبني الجراحه. انا نفسي قوي ان الموديل ده ما يبقاش في المدارس الانترناشونال او المدارس الخاصه بس، يبقى كمان في الموديل ده او النموذج المحاكاه ده في المدارس الحكومه والمدارس العاديه والمدارس التجريبيه، يبقى في كل المدارس. يا محمد صحيح، ده مهم جدا طبعا. النموذج ده بيتعمل في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه. جميل يبقى في مدارس انترناشونال. تحبوا تروحوا انتوا؟ في حاجات مختلفه. نسمع علي. نسمع علي. بس تحبوا تروحوا كطلبه من مدرسه انترناشونال توصلوا النموذج ده لمدرسه حكومه؟ هي الخطوه الجايه كان نفسي ان انا اعملها في مدرستي الاول، انا في مدرستي، بس طبعا يعني نفسي ان انا اعملها في اي مدرسه حكومه او اي حاجه. اوكي يلا نسمع علي. ممكن يبقى في الحكومه، احنا مش عارفين، عايزين نسال. يمكن يبقى في، اتمنى. هو في جامعه القاهره. لا في الجامعات. يلا علي، موسيقار العالمي علي الهراس.
جدا بيكم وربنا معاكم وكده طول الوقت مشرفينا ومنورينا. اكيد بابا وماما مبسوطين بيكم واحنا مبسوطين بيكم كمان. ربنا يحميكم يا رب، ودايما تسعدوا باباكم ومامتكم، تسعدونا دايما. ووصلنا لاخر حلقه، حاجه جميله كده، حاجه حلوه، حاجه تفرح. يا رب اشوف بناتي زيكم كده. الله. يعني اشوفكم انتوا جمال وحلوين وبناتك جمال وحلوين يا محمد. بكره حلقه جديده مع زميلتي نهاوند سري وزميلي خالد تليمه. خليكم دايما مع صباحا. شكرا يا محمد. باي باي.